السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم من جديد في قناه يوميه احلام. وسمحوا لي على هذه الغبره اللي غبرت عليكم. غبره لا اراديه. وبما انه دابا رمضان، ضروري من الشهيوات، ضروري من داكشي اللي كنصيبوه خصنا نشاركوه معكم. اليوم غنشارك معكم واحد الحشوات كيجو رائعين وزوينين، لا في المذاق واقتصاديين. كيجو هشاش، العجينه ديالهم كتجي هشيشه. بقاو معايا غتشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نصايب معكم عصير حتى هو كيجي رائع وبمكونات بسيطه، راه كاينه في كل دار، حتى هو كيجي رائع وزوين. وغادي نشارك معكم غراتان ديال سباكيتي، حتى هو كيجي رائع وبواحد لاصوص كتجي بنينه بنينه بزاف. بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو في المقادير، هنا بديت بالحشوه اللي غادي نعمرو بها. غادي نحتاجو خيزوه تكون مقطعه هكا طويله، معها قريعه. غادي نديرو معلقه مقيله مع زيت المائده، وغادي نحركوهم حتى يدبالوا، حتى يتشحروا معنا. غادي نزيد عليهم بصله حتى هي تكون صغيره مقطعه، قطيعات صغار، ومعها طريف ديال الدجاج ولا طريف ديال الصدر يكون مقطع صغيور. حتى هو غادي نخلو هادشي كامل يتشحر معنا مزيان، ونبداو نضيفو ليه التوابل. غادي نضيفو البزار، غادي نضيفو سكينجبير، الخرقوم والتحميره اولا البابريكا، وغادي نضيفو شويه الملح على حسب الذوق. غادي نخليو هادشي يتشحر معنا مزيان كيف كتشوفوا. ومن بعد غادي نزيدو عليهم تقريبا واحد معلقه صغيره ديال لاصوص صوجا، حتى هي كتعطي واحد البنه في الحشوه، كتجي بنينه بزاف. صافي غادي نخليو هادشي يتشحر مزيان حتى كيقرب يطيب معنا. وكنزيدو واحد شويه ديال قزبر ومعدنوس باش كيعطي ديك البنه ديالو في الاخر. وفرماجه وحده يكون مثلث ولا المربع اللي كان عندكم، كيعطي واحد التعليكه كتجي خطيره في الحشوه. دابا غادي نديرو في العجين راني هنا درتو معكم. غادي نقول لكم المقادير. غادي نحتاجو الدقيق، درت فيه شويه الملحه، شويه الخميره، تقريبا واحد معلقه صغيره ديال خميره الخبز، شويه الزبده باش كتجي العجينه ديالنا رطبه. كنضيفوا لها زبده، اي زبده كاينه عندكم، تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الزبده. وغادي نخلطوا هذا العجين كامل. زدت على العجين معلقه كبيره ديال نيدو، اولا تقدروا تزيدوا الحليب. صافي العجين من بعد ما اختمر لينا كنخلوه يرتاح حتى كيختمر، ومن بعد هكا نروليه على جوج، كنقسموه على جوج، حيت من عجينه وحده غادي نديروا جوج اشكال ديال المملحات. هذه العجينه الاولى اللي قسمت معكم غادي نسرحوها مزيان بالمدلك كيف كتشوفوا، راه كتجي رطبه رطبه. علاش؟ حيت زدنا فيها هذاك نيدو وزدنا فيها الزبده ونيدو اولا الحليب، كتخلي العجينه عندنا كتبقى رطبه، واخا كتدخل الفران كتبقى رطبه وهشيشه. صافي كنبقاو نسرحوها كيف كتشوفوا. كنديروا شويه فينو اولا الدقيق ديال القمح باش ما تلصقش لينا على سطح العمل. وكنبقاو نسرحوها بحال هكا بالمدلك حتى كنسرحوها كامله مزيان. كنخلوها شويه مغليظه مرقيقه، كنخلوها بين وبين. صافي كيف ما كتشوفوا غادي ملي نسرحوها كامله حتى كتقاد معنا. وكناخذوا شي مول صغير اللي غادي نقطعوا به دوائر يكونوا مقادين. وصافي كنبداو نعمروا كيف كتشوفوا. غادي ناخذوا واحد معلقه كبيره باش نعبر بها، باش نديرهم كلهم مقادين. وكنلويها كيف كتشوفوا على الجنب، كتجي بحال الهلال. وكنضغط على الجوانب ديالها باش ما تخرجش ليا الحشو. وصافي كندوز بهذيك الاله ديال البيتزا باش كتجيني مقاده، وكنضغط عليها بالفورشيت باش كيجي الديكور ديالها كيف كتشوفوا كيجي زوينه. غادي نعاود معكم مره اخرى باش تشوفوا الطريقه ديالها كيف كتجي. كناخذوا معلقه كبيره ديال الحشو. صافي تقدروا تزيدوا هنا فوق الحشو تزيدوا الفرماج محكوك، انا ما زدتوش، هو بنين بلا فرماج، يعني تقدروا نتوما تزيدوا الا كان عندكم. صافي كنضغطوا على الجوانب، كنقادوه هذيك الاله ديال البيتزا. وصافي كنحاولوا نضغطوا عليه مزيان بالفورشيت باش كيجي داك الديكور ديالو زوين. صافي كنبقاو غادي على هذه الطريقه باش كنكملوا كل شيء. غادي ندوزو دابا الجزء الثاني ديال العجين. غادي نسرحوه حتى هو بالمدلك كيف كتشوفوا، نسرحوها مزيان حتى هي.
صافي غادي ناخدو ديك القطاعه، اي حاجه دائره عندكم تقدروا تقطعوا بها، وغادي نقطعها كامله على هذه الطريقه، وغادي ندير بواحد الشكل اخر حتى هو كيجي زوين في الديكور ديالو. غادي نحيد الجوانب اللي شاطو، ومن بعد حتى هما غادي نستخدمهم، ما غاديش يضيعوا. صافي كنحاولوا نسرحوها مزيان كيف كتشوفوا سرحتها على شكل الطول ديالها، ودرت معلقه كبيره ديال الحشو، وغادي نسدها من الجوانب، غادي نحاول نسدها مزيان من الجوانب كيف كتشوفوا، وغادي نجمع الجوانب ديالها، وغادي بحال هكا على شكل ديال بحال معمره طويله. وصافي غنبقاو غاديين على هذه الطريقه حتى نكملوا الحشو كامل. كيف كتشوفوا ها نتوما درت معكم معلقه ديال الحشو، غادي نحاولوا نسدوا الجوانب ديالها، كنضغطوا على مزيان الجناب كاملين، كنضغطوا عليه مزيان كيف كتشوفوا باش نحاولوا ما يخرجش لينا الحشو. وصافي كنجمعوهم شويه بيدينا وكنقلبوها وكنخليو على داك الوجه الاخر. وصافي كنبقاو غاديين على الطريقه حتى كنكملوا الشكيلات الاخرين كاملين. صافي من بعد ما كملنا الاشكال ديالنا كاملين كيف كتشوفوا درنا جوج اشكال. صافي هنايا غادي ناخذ بيضه كامله، غادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال لاصوص صوجا باش كيعطينا داك اللون ديالها الذهبي. غادي نحركها مزيان كيف كتشوفوا، وغادي نبدا ندهن بها هادو اللي عمرت كاملين، غادي ندهنهم مزيان من كاع الجهات حتى كنكملهم. غادي ندهن حتى الاخرين دوك الاخرين طوال. من بعد كيف كتشوفوا راني فتحتهم شويه بالموس، درت واحد 3 شريطات بالموس باش كيجي الديكور ديالهم، بدلت لهم الديكور وكنزينوا باش ما كان عندكم كتزينوا. درت الاولين درت فيهم شويه جنجلان، والثانيين درت فيهم البافو. ودابا كندخلهم الفران، كنكونوا ديجا شاعلينه باش كيكون سخون، كنشعلوا ليه لتحت حتى كيتحمروا ليه من تحت، من بعد كنشعلوا ليه فوق، ومن بعد كيتحمروا كنحيدهم. هنا غادي ندوزو الكراتان ديال سباكيتي، غادي ناخذوا كاسرون، غادي نديروا فيه الماء، نديروا فيه شويه مليحه وشويه زبده. من بعد ما كيغلى هذاك الماء غادي نضيفوا سباكيتي كيف كتشوفوا هنا قطعتها صغار باش كتجيني صغيره شويه، انا بغيتها هكا صغيره شويه مبغيتهاش طويله. صافي كنضيفوا على هذاك الماء اللي كيكون غليان كنخليهم حتى طيب معنا. هذيك الزبده كتخليها ما تلصقش كتجي فيها بنينه. صافي كنخلوها هنايا كيف كتشوفوا ها هي بدات كطيب معنا، كنخلوها ومن ملي كطيب كنحيدوها وكنسقطروها شويه بما طيبنا الحشو اولا لاصوص اللي غادي نرافقوها. غادي نديرو هنايا مقيله مع بصيله مع زيت المائده، غادي نضيف هنايا لاصوص ديال المطيشه، غادي نديرها كامله نضيف عليها، غادي نخليها تشحر شويه مزيان فوق البوطه، غير شويه ماشي بزاف. غادي نضيف عليها توابل، شويه البزار، شويه الخرقوم، شويه سكينجبير وشويه تحميره باش كتعطي اللون. هنايا ضفت شويه الماء باش كتطلق معنا هذيك لاصوص. غادي نضيفوا شويه الملح وما نكتوش بزاف. صافي غادي نخلوها شويه، غادي نحركوها، غادي نضيف عليها لاصوص باش كتجي هنايا زوينه، هذا هو السر ديالها، كتجي بنينه. كنضيف عليها واحد المربع ديال الفرماج ديال الساندويتشات، كنضيفوا عليها حتى كيذوب معنا كيف كتشوفوا، كنبقى نحركو حتى كيذوب باش كتجي هاد لاصوص كتجي بنينه. كنبقاو نحركوه مزيان حتى ما كيبقاوش دوك لينا هذوك الطروفه، وكنخليوه حتى كيذوب مزيان. هنا كنضيفوا عليه معلقه ديال الدقيق تكون كبيره، كنضيف عليه دغيا. صافي من بعد كنضيف عليه دغيا الحليب، ما كنخليوش بزاف، كنضيف عليه تقريبا واحد كاس ديال الحليب باش هذوك الدقيق اللي درت ولاصوص باش كتجي كتعقد لينا. وهنا المذاق كندير شويه ديال القزبر ومعدنوس. صافي كنخليو شويه فوق البوطه بما عقاد لينا شويه مع الدقيق والحليب، كتجي بحال لاصوص ديال لاصوص البيضه مخلطه مع المطيشه، كتجي رائعه وبنينه بزاف. غير جربوها مع داك الفرماج اللي درت في الاول. صافي كنخلوها بحال هكا
هنا من بعد ما طابت لينا سباكيتي كنضيفوا عليها هاد لاصوص اللي طابت، كنخلطوها مزيان كيف كتشوفوا. كنخلطوها حتى كتجانس. غنزيد واحد شويه حيت مازال خاصها. صافي غنضيف عليها شويه حيت مازال غنخلي واحد شويه باش نضيف عليها من الفوق ملي غنحطها في المول. صافي غادي نخلطو مزيان كيف كتشوفوا. وهنايا غادي نبدا نحط ليمون. عندي هاد الليمون الصغار، تقدروا نتوما ديروا في المول الكبير وتحطوها كامله. هنا غادي نفرقهم على جوج، غادي نحط النصف هنا والنصف الاخر تما. وهذيك لاصوص اللي خليت غادي نضيفها من الفوق كيف كتشوفوا. غادي نديرها من الفوق. هاد لاصوص كتجي رائعه وزوينه بزاف، كتجي بنينه خطيره، غير جربوها. صافي كنضيفها من الفوق كامله وكنسرح مزيان باش كتجيني متساويه في هذا المول وفي هذا المول. وصافي هنايا للتزيين غادي نضيف عليها الفرماج احمر محكوك، حتى هو كيعطي البنه ديالو زوينه. وغادي نديرها في الفران يكون ديجا حتى هو سخون باش غادي يذوب لنا غير الفرماج حيت كلشي طايب، سباكيتي طايبه، لاصوص طايبه. صافي غادي يذوب غير الفرماج. هنا غادي نبدا نقدم لكم كيف كتشوفوا هادو اللي صايبت معكم. عرفتي مملحات واعرين خطيرين، غير جربوهم، كيجوا رائعين وهشاش، لا في البنه ولا في المذاق، كيجوا زوينين. وحتى هادو هما طابوا تحمروا لينا مزيان. تقدروا تزينوهم كيف كتشوفوا، زينتهم بالبافو جاو رائعين. تقدروا تزينوهم باش ما كان عندكم. صافي كنقدموهم على هذا الشكل، كيجيو هشاش ورطبين. وهنايا من بعد ما داب الفرماج حتى هو كيجي هنايا ليمول ديال الكراتان، كيجيو رائعين، كيجيو بنان. هنا للتزيين زدت عليهم واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق. وصافي هنا غادي نبداو العصير. هنايا خديت الليمون كاين عندنا ديجا مثلج، غادي ناخذ ليمون، غادي ناخذ تقريبا واحد البنانه حتى هو ديجا مثلج، وغادي نضيف عليه واحد 3 ديال الفريز كانوا مثلجين حتى هما في الثلاجه. وغادي نضيفو هنايا بنانه، كيجي البنه ديال الفريز في هذا العصير كيجي رائع. غادي نضيف هنايا واحد راس معلقه كبيره ديال الحامض، مركز ديال الحامض، باش كتجي ديك البنه ديال الحامض كتجي فيه زوينه. هنايا الاضافه زدت تميرات، تقريبا واحد 5 تمرات هنايا، باش كتجي ديك الحلاوه ديالو كتجي طبيعيه، ما درتش فيه السكر، ولكن هذاك التمر والبنان راه حلو. صافي كنطحنوه وصافي كنديرو في الثلاجه حتى وقت الفطور وكنحطوه. وهنا حطيناهم كيف كتشوفوا هاد لي شونسون كيجيو رائعين وهشاش، لا في البنه لا في العجينه اللي حضرت معكم كتجي هشيشه رطبه وزوينه، لا في الحشو حتى هو كيجي بنين. غادي ندوز معكم هادو اللي عمرت كيف كتشوفوا، هذوك الفتحات اللي درتهم بالموس كيف كيجوا عاطين واحد المنظر حتى هو زوين. يعني فتحت معكم كتجي رطبه وهشيشه، دغيا تفتحوا. الحشوه حتى هي بنينه، غير جربوها. هنا هيا غادي نعاود نوريها معكم كيف كتشوفوا كتجي رطبه. هنا في المول ديال لي كغاتان حتى هما كيجوا ديال سباكيتي كيجوا واعرين خطيرين، كيجوا معلكين، هذيك لاصوص كتجي معلكه وكتجي بنينه. والعصير حتى هو كيف كتشوفوا كيجي رائع وزوين، واقتصادي حتى هو كيجي زوين وبنين. وهذا كنكون وصلنا لاخر ديال الفيديو. كنتمنى يعجبكم هاد الشيوات، وكنتمنى انكم تجربوهم، راهم زوينين وبنان. ولا كنتو اول مره كتشوفوا هذا الفيديو، ما عليكم غير تشتركوا في القناه وتكليكيو على الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. ومع فيديو اخر جديد غير شجعوني وديروا لي لايك ولي كومونتير زوينين باش نبقى ديما نحط لكم جديد. بصحه وراحه.